قال لك يُعتبر من أنواع الاستقراء بطيئة التطبيق، أدي أول مفتاح، بطيء أو البعيدة عن العملية، مش عملي أوي، لأنه يحتاج حرص تام أثناء ملاحظة مكونات المنهج الاستقرائي، والذي يحتاج إلى وقت طويل من أجل معرفة جميع مكونات. أدي تاني مفتاح. أنا خلاص المفروض أنتم عرفتوا الإجابة، ولكنه يساهم في تقديم نتائج دقيقة وصحيحة، بيدّيك نتائج صح ودقيقة، ولكن بيدرس كل مكونات جميع المكونات، وبياخد وقت كتير، يبقى ده يا مستر الاستقراء التام أو الكامل، حلو، أو الإحصائي أو التلخيصي. كده يا أساتذة خلّصنا درس النهارده، أشوفكم على خير في دروس جديدة دايمًا متجمّعين في منصة سحابة، كنت معاكم عمدة الفلسفة مستر أكرم عرفة، أشوف وشكم بخير.